هذا هو دريس البصري اللي هي طولات الحسن الثاني على الشعب المغربي من 1972 حتى 1999. تزاد في 1938 نواحي سطات، وكبر في أسرة فقيرة مع 8 الخوت. الوالد ديالو كان تيدير حارس في الحبس د عين علي مومن. بدا المشوار المهني ديالو فاش التحق بسلك الشرطه، وبقى تيطلع في المناصب حتى ولا عميد ممتاز وكاتب الدوله في الداخليه، حتى تعين في 1979 وزير للداخليه، وهو المنصب اللي كان تيسيطر به على كل مفاصل الدوله، حتى تسمت وزاره الداخليه ام الوزارات. حيت من بعد الاغتيال ديال الجنرال اوفقير في 1972 والاغتيال ديال الجنرال الدليمي في 1983 ولا البصري هو اليد اليمنى د الحسن الثاني اللي تكرفس بها على المعارضين واختطف بها المناضلين وعذب بها المغاربه، وارتبط الاسم ديالو بسنوات الرصاص، وكيتقال في وقته هو تقتل اكثر من 600 معارض بلا الحباسات والتعذيب والمنفى. فاش مات الحسن الثاني في 1999 وطلع محمد السادس للعرش، جرى عليه